لو في كلمه عايز توجهها لترامب دلوقتي تقول له يا استاذ شيخ؟ انا عايز اقول له مش الشعب المصري اللي يتعمل عليه حوار يا صاحبي، ولا يتعمل عليه نمره. لو عندكم شيكاغو لا مؤاخذه يعني عندنا شبرا. اي حد يخاف من مصر. مصر ما بتخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى. والمعامله بعد كده يعني لا مؤاخذه خدوا هات، لان عم عشان مات. مش هنخلي المخطط ده يمشي ولو على جثثنا كلنا. وبقول له يعني من الاخر بقى عليك وعلى اللي يتشدد لك وعلى البيت الابيض وعلى امريكا كلها وعلى باراك اسامه ويلا هات يعني. بالنا الفتره الجايه ممكن نتعرض لضغوط، ممكن نتعرض لضغوط، ولا علاقه بلقمه العيش في مصر. هيبقى في مشاكل اقتصاديه وارد جدا. لا علاقه باقتصاد البلد. هيبقى علينا ضغوط اقتصاديه، هيبقى علينا ضغوط اقتصاديه. انا شايف قدام المؤامره عاريه، مش لازم بكره، مش لازم الصبح، بس جايه. اني ارى المؤامره امامي عاريه. انا جايب لكم من الاخر، المؤامره امامي عاريه. وايه يعني؟ مش هنتهز. ما خليك مبسوط وتبقى مبسوط. لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده ما يصحش اقول كده، والله لا يستطيع احد. حد يقول لي ايه؟ ان مصر لازم تحارب. طب ما الجيش يحارب. كان في بعض الصوت تقول كده. يلا بقى مصر تقول. والجيش فين؟ ما يروح يحارب الجيش. فين الجيوش ونروح نحارب ونعمل وسيبونا واحنا رجاله. يلا نروح نعمل يا جماعه انتوا عايزين تورطوا الجيش؟ عايز ما تروح يا سيدي تحارب، مالكش علاقه بالجيش المصري. انت في غنى عن ده اصلا، وانت مش مطلوب انك تحارب اساسا. يقول لك اهجم. لا اهجم ايه يا عم؟ ليه؟ عشان نرضي حضرتك، نخربها عشان نرضيك. وكأنه الحرب دي دور ضمنة يعني. انا بلعب في حاره. احنا مش بتوع حرب واحنا مش بتوع قتال. نعم. انت لو عندك حرب الفراخ هتبقى ب 300 جنيه. لا مفيش حروب. اذا كنت تجاور بلادا بها صراعات مسلحه يبقى مش هستناك لحد ما تيجي عند ارضي. قبل ما يجي حدودنا هيكون اتدفن. لا هضربك في الارض التانيه. هيتدفن شرعا وحقا وصدقا. فرض علينا القتال. اهلا وسهلا. نحن اهل له. ده احنا جاهزين قوي وجامدين قوي. هنضرب ونموت ونقتل. ايوه هنعمل كده. تنشئ الدول جيوشها ليوم زي ده. وهنستخدم اقصى قوه ممكنه. ايوه. البلطجي بتاع المنطقه ده هتتعامل معاه ازاي؟ مجلس النواب يوافق على ارسال عناصر من القوات المسلحه في مهام قتاليه خارج حدود الدوله المصريه. وهنبقى رايحين دوله تانية عارفين وهنعمل كده. في ناس ما بتفهمش غير بالضرب. مش هتكلم هضرب. ما قالش انهي حدود، يعني اي حدود. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر. نقلوا سكان قطاع غزة إلى الأردن أو مصر. وترامب طلب ومصر طبعا هتوافق. واحد هيقول لي فين رأي مصر؟ من الصبح المصريين جمعاء على قلب رجل واحد. حضرات السادة، اللي هيزعل يزعل واللي هيفرح يفرح، مش مهم. هأعلن بشكل واضح اصطفافي إلى جانب النظام المصري. خان البلد اوعى تصدقه، واللي تآمر على البلد اوعى تصدقه. بمنتهى الصدق، بمنتهى الصدق، بمنتهى الخوف على البلد دي. واللي بيحرض على خراب وفوضى مصر اوعى تصدقه. اقصد مين؟ واحد منهم اهو. ده اللي انا بقصده. ده الخاين العميل المتآمر، هذا المدعو. أنا بعلن اصطفافي مع النظام المصري، وده واجب علينا لأن الوطن والأمن القومي أكبر من أي ثأر سياسي. اللي بيقول لك إن أنا النهارده بعلن، لا، محدش بيصدقك ولا حد هيصدقك أبدا. لن ننسى جرايمك يا محمد يا ناصر. هو مال الكلام عامل كده ليه يا عم سعيد؟ والله العظيم أنا ما فاهم أي حاجة، لأن البلح اللي عاملين يقولوا من الصبح. وسوف تحاسب يا محمد يا ناصر، وسوف تحاكم يا محمد يا ناصر. إحنا بجد خايفين على البلد دي وعلى الأرض، الشعب، الجيش. كل يوم نقول الحكايه دي، الثالوث المقدس، الارض، الشعب، الجيش. كل يوم نقول الحكايه دي. الفكره ان انت واقف امام قياده خلفها شعب عظيم. يعني استدعى الامر ان انا اطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكره، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. إيه اللي بتعمله على الأرض؟ أرض الواقع مصر والأردن بتعمل إيه عشان موضوع التهجير؟ الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. أرض الواقع بتقول حاجتين ما لهمش
مصر والأردن ومعهم الأنظمة العربية شاركوا في حصار غزة لكي يتم تجويعها وتركوها للجيش الإسرائيلي ينهش أهلها ويدمر أرضها وشعبها بلا نفس. في الوقت اللي كان فيه ناس من الصبح طب ايه ما نصفي لك الديون، ولا مصر بصت للموضوع ده. طب نديك ولا مصر بصت للموضوع. طب ندعم ولا مصر بصت للموضوع ده. انا مبدئي واضح. ده انقاذ وطن. ده ايه؟ انقاذ وطن. الثالوث المقدس اللي كل يوم لازم نقولها وناخد بالنا من الحكايه. الارض، الشعب، الجيش. كل يوم نقول الحكايه دي. الثالوث المقدس، الارض، الارض، الشعب، الجيش. سيناء مصريه، ولن نكون سببا في تهجير الفلسطينيين وسببا في انهاء القضيه الفلسطينيه. وبالتاكيد الكلام اللي بيطلبه ترامب طلبه قبل كده الرئيس المستشار الالماني والرئيس الفرنسي وكل الاوروبيين على مدار سنه، والرئيس ترامب، والرئيس بيوضح وبيشرح المخاطر. الفكره كلها ان نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع الى سيناء ببساطه خالص ده عباره عن ان احنا بننقل فكره المقاومه، فكره القتال من قطاع غزه الى سيناء. مش هنسمح بحد يدخل سلاح من هنا اطلاقا. يا عم ده احنا جفلنا 1500 نفق. من اول ما الرئيس السيسي تولى المسؤوليه في مصر اتقفلت كل الانفاق، ما عندناش ولا نفق على الاطلاق. وهو يعلم، لان احنا كنا ساعات برضو بننسق معاهم، داخلين عربيات، داخلين طيارات، كان فيها انفاق بتعدي عربيات. نعم. كانوا بياخدوا انابيب البوتاجاز من مصر. كانوا بياخدوا والعيش وكل حاجه. نعم. اتقفلت كلها واتدمرت واتشالت، وليس هناك قطعه سلاح واحده هربت ولا حتى لقمه خبز. السيسي اللي مطلع الخارجيه تقول احنا بنرفض التهجير هو اللي محاصر غزه لسنوات طويله حصارا مفزعا من اول الانقلاب. غزه هو اللي طلع السيسي هو اللي طلع كلابه وتنهش في اهل غزه وتشوه اهلها بكل الاشكال. غزه اللي مجوعها من سنين. انا هقول لكم كلمه صعبه قوي. انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش اقدر ادخلها لغزه، اروح من ربنا فين؟ الامر في القطاع وفي الضفه الغربيه امر مختلف. اذا تركها اهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر. يتحدث نتنياهو عن محور فيلادلفيا، قال لن ننسحب من محور فيلادلفيا، وإنه الحرب بالنسبة له كوم ومحور فيلادلفيا كوم. ويقول إن مصر هي اللي بتسلح المقاومة، إن حماس بتحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا. طبعا هو مش عايز اقول كذاب، عيب اقول كده. معلش حضرتك ما تقولش انا اللي هقول. ماشي. هذا كلام قليل ادب وسافل ومردود عليه. ليه النهارده بيقول كده؟ عشان خيبته الثقيله. انا قلت لك عنده مشكله، عايز ازمه كبيره. نعم. في قمه عصبيته من المظاهرات اللي عنده، شعبه ضاغط عليه والاداره الامريكيه ضاغطه عليه، واصله السلاح، مفيش سلاح بيدخل مصر، فمش بيهبل اي حاجه. اي شيء يهدد الحدود المصريه هو يهدد الامن القومي المصري، لان وجود دوله اخرى في هذه المنطقه بالذات لا يهددنا. الدفاع عن الامن القومي لدوله عربيه شقيقه والله دفاعا عن مصر. اي دوله عربيه تتعرض لاي اعتداء هو اعتداء على كل الدول العربيه. ده بيستلزم ان في قوات من عندنا لتامين اي اعمال عدائيه. لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده ما يصحش اقول كده. والله لا يستطيع احد